اهلا باخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما. معلش والله سامحوني ان انا بتاخر عليكم في فيديوهات، انا كنت تعبانه محتاجه دعواتكم ليا. النهارده هنعمل احلى شويه كحك للفطار. المكونات بتاعتنا دولت 4 كيلو سمنه على كيلو لتر حليب لبن، نص كوبايه سكر مطحون، ربع كيلو من السمسم محمصينه، كيس خميره فوريه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهنا جزازتين بريحه الموز واحده بريحه الورد، وده كيلو من الملبن، ودولت 5 كيلو دقيق. دي المكونات بتاعتنا. ده دقيق فاخر من بتاع الدكاكين. بصوا هنزل بالسكر. طبعا السمنه هي دافيه، مش مخليها سخنه خالص، لان لما بتغلي وتبقى سخنه بتعمل حرجان كده على الصدر وانتوا بتاكلوا، فما تبقى دافيه كده احسن. تقومي تاكلي ما تعملش حرقان خالص. هنزل بالبيكنج باودر روخر، هنا بقى الدقيق هنزل برشه من الملح ونص السمسم. نبتدي بقى نقلب. عايزاكم تجربوا الطريقه بتاعتي دي بالظبط، هيطلع معاكم الكحك زي العسل. معايا هنا ميه دافيه على حبه لبن هنزل فيها بالخميره، كده هبتدي انزل بالسمنه. نبتدي بقى نشرب الدقيق. هنبتدي كده نشرب الدقيق كويس بالسمنه، نرصه لحد ما الدقيق كله يتشرب السمنه الحلوه بتاعتنا. كده بعد ما شربنا الدقيق بالسمنه كلها كده بقى كويس اهو. هننزل بالميه بتاعه الورد اللي هي الريحه. اعتبر كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو من السمنه. انا بقى حاطه ل2 كيلو ونص دقيق عليهم 2 كيلو سمنه، يعني ال5 كيلو دقيق واخدين منه 4 كيلو سمنه. كده الخميره هنزل باللبن واحده واحده ونعجن. كده خلاص شربت العجينه كلها، خدت الكيلو اللبن وخدت كوبايه واحده من الميه. شايفين ملمس العجينه؟ اظن مفيش احلى من كده. كده هسيب العجينه دي ترتاح نص ساعه. خليت طبعا العجينه ترتاح شويه. هنزل بحبه من السمسم اللي احنا محمصينه على الملبن، والريحه من تحت الموز. اهم حاجه هنزل بمعلقتين سمنه بلدي. السمنه البلدي دي بتدي طعم حلو قوي للملبن مع الكحك. ونعجن كويس كده. طبعا عجنت الملبن كله كويس. كده اديت للصينيه دي مسحه بالزيت عشان اكور عليها الملبن عشان ما يلزقش. بصوا انا كده كورت كله
زي ما انت عايزة كبير عايزة صغير زي ما انت حابة. هخلص الكمية كلها واوريها لكم بعد ما اخلص. كده عملت الملبن كله اهو بعد ما كورته. كده العجينة بعد ما سبتها ارتاحت نص ساعة هنبتدي نشتغل فيها. هنبتدي كده نحشي قلبها ملبن. كده انا عملت اول 10، بعمل 10 ب10. كده هبتدي اعمل بالمنقاش روخة. بصي كده النقشة حلوة ازاي.